السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هقول لكم على طريقة سهلة ومنجزة جدا في الوقت وفي الجهد وكل حاجة لتخريط الملوخية. وكمان يعني هتاخدي نفس النتيجة بتاع المخرطة على الطبلية كده بتاع أيام زمان. وأول حاجة هتجيبي الملوخية بعد ما تغسليها وتنشفيها كويس. هتجيبي بقى أي كيس تلاجة عندك على حسب الكمية، ممكن تجيبي كيس أكبر، ممكن تحطيهم في كذا كيس براحتك بقى. أنا ده كان نص كيلو من الملوخية فأنا حطيته في كيس التلاجة ده. وبعد كده هربط الكيس، بس بعد طبعا ما تفرغيه من الهواء. تفريغ الهواء هيخلي الكيس عمره ما يتقطع منك مهما فضرتي يعني تخرطي وتقطعي في الكيس ده. وده يعني حاجة مهمة جدا وخطوة مهمة في الطريقة دي، علشان خاطر لو عملتي وما فرغتيش الهوا زي ما انا بعمل قدام حضرتك كده دلوقتي، ما ترجعيش بقى تشتكي وتقولي ايه ده الكيس اتقطع مني. خلاص انا فرغت الهوا منه. بعد كده بقى هجيب فوطة، اي فوطة عندك كده بكده مش هيجرالها اي حاجة، وهتجيبيها وهتطبقيها نصين، وهتحطي عليها الكيس ده، وهتجيبي بقى المخرطة بتاعتك وهتبتدي عملية التخريط عادي خالص. يعني بكامل قوتك بايدك كده براحتك، ما تخافيش وتقولي الكيس هيتقطع. الفوطة دي حماية يا جماعة، بتخلي الكيس ما بيتقطعش. واعتقد المنظر قدامكم واضح اهو، لو في قطع او اي حاجة انا هقول لكم طبعا عليه. انا المخرطه بتاعتي للاسف اللي هي بسكينتين دي، ودي بصراحه اسوأ نوع. يعني بنصح البنات اللي بتجهز او كده بلاش تجيبوها. هتقولوا لي طب ما احنا اصلا إيه اللي هيخلينا نخرط الملوخيه، ما احنا نعملها في الكب او في الخلاط. هقول لك والله ما بتطلع زي طريقه التخريط بتاع امهاتنا واجدادنا بالمخرطه. فيعني انا جربتها بصراحه وما رغبتش الطريقه دي يعني. فانا قلت اسهل عليكم الموضوع، واديني اهو بخرط بعزم معطاني. لو تلاحظوا اصلا الترابيزه اللي انا بصور عليها عماله تتهز من كتر ما انا يعني ورا بعضي. اصلا انت ممكن تديها لحد من ولادك هو اللي يعملها يعني. يعني ما تخافيش، ما تقلقيش، ما فيش تعويره ولا مثلا في بهدله ولا اي حاجه للامانه. بس من الجنب كده خرم صغير حصل في الكيس اهو. بس هو ده اللي حصل اثناء البتاع ليه، لان انا المخرطه بتاعتي زي ما قلت لك بروحين نوع مش كويس خالص. عايزة بقى تفرزيها، هتجيبي شوية مية سخنين أو شوية شوربة وتحطي فيهم سنة سكر وكربوناتو، وتدخليه جوه الكيس وترجيها وتشيليها في الفريزر. مفيش أسهل من كده. والملوخية طالعة قدامك اهي، قوامها ناعم وزي الفل. بألف هنا وشفا على قلوبكم.